مناسبة لأجدد طرحهم على شهداء القضية الفلسطينية، والإدانة هي فرصة لإدانة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني. السيد الرئيس الحقيقة الدكتور الموزاني كرئيس البلدية ربما كيخدم عليه بشكل كبير البعد الإنساني والمسار ديالو المهني. ربما غتجي النقطة المتعلقة بتقييم 3 سنوات لنبدي الرأي ديالنا في أدائه السياسي، لأنه طبعا لا العلاقات الشخصية ولا البعد الإنساني لا يلغي أن يكون هناك اختلاف على مستوى التقديرات السياسية ولا شك. الكلمة ديالو كما تفضلت الأستاذ فاطمة فعلا يعني هو الدكتور يعني في هذا المستوى هو متفوق، يعني المعارضة ديالو صعبة، ولكن أحيانا الأمور اللي خصها تتقال كنقولوها، ويبقى في نهاية المطاف الأغلبية برئيسها تتحمل المسؤولية في القرارات المتخذة. فيما يتعلق بهذه النقطة، أنا السيد الرئيس غنبدأ في كل مرة ربما كنكرر بعض الأمور نكررها. في نقاط سبقتني أشارت القضية ديال الوثائق الواجب إخفاقها. أنا غنتسائل وغنوقف حتى نلقى الجواب. مذكرة التقديم، أعتقد لا أحد سيختلف معي بأن مذكرة التقديم من بين الوثائق الأساسية التي يجب أن ترفق بالميزانية. علاش ما تعطلناش مذكرة التقديم ونحن 3 سنوات كنقولوا راه ضروري خص تعطى لنا مذكرة التقديم، وأن هذا الطابور اللي كيتعطى هذا ماشي مذكرة، هذا اسمه جدول. فأنا غنستنى الجواب ديالكم السيد الرئيس، هو الأول عاد نسترسل في المراسلة في المداخلة. كتعدها بصحة الميزانية واحد الوثيقة كتعدها سمية؟ أجا سمية، السينابيل كيف ما كتعرف أن هذه المسائل مسائل إدارية كتطلب مطبوعات، غادي نعطي الكلمة للأخت سمية اللي كتعرفوها أكثر مني، هي المسؤولة على الميزانية. الأخت سمية خليها أجي جاوب مذكرة التقديم استنتظرت من الناس سمية. سمية أجا سمية سمية أجي هنا وبقى تما أجي هنا شوف سمية لا بغيت نقول كيجي هنا باش تبقى هنا، باش تبقى هنا يمكن تطرح أسئلة يجي هنا باش تجاوب السؤال. كيف نعم يا صاحبي